تعالوا بقى اقول لكم ازاي تقوي الذاكره بتاعتك. ايه الذاكره بقى؟ نمره واحد، الذاكره لازم نعرف ان هي عضله. بس قبل ما اقول لكم على اي حاجه فيها، هقول لكم حاجه شخصيه صغيره بسريعه، يمكن انا كنت قلتها نسيت، هقولها تاني. كان في من فتره كده، من حوالي 15 سنه او 18 20 سنه، دكتور مشهور جدا طلع مع اوبرا وينفري وعمل عمليه لتوأم ملزوقين في دماغهم، ونجحت العمليه وطلع على الهوا والدنيا اتقلبت في العالم. اسمه دكتور محمد لطفي. فالدكتور ده بقى ايام ما كنت انا بشتغل وكده، ولقيت نفسي ان انا بنسى، فرحت له قلت له يا دكتور انا بنسى. قال لي بتنسي؟ قلت له اه الزهايمر. قال لي ايه؟ طيب روحي اعملي لي اشعه على المخ. قلت يا نهار ابيض، طلب مني رحت لامي الاشعه على المخ والحقيني والاخواتي وبتاع. قال لي وخلي الاشعه اسمها MRI عشان تبقي عارفه. فرحت عملت الMRI اللي هي الاشعه اللي مش عارفه ايه، واديتها له، فبص فيها وقال لي الف مبروك. قلت له الله يبارك في حضرتك، في ايه؟ قال لي ما عندكيش حاجه، انت بتنسي لكن ما عندكيش مرض. قلت له ازاي؟ قال لي شوفي بقى، الذاكره زي الكوبايه، زي الكوبايه دي بتتملي بكل المعلومات. قلت له اه، ده انا بفتكر كل العناوين وكل الارقام، حتى ارقام العربيات قال لي ده غلط جدا، لانه طالما بتنسي يبقى الكوبايه اتملت وابتدت تدلدق، الدلدقه دي هي دي اسمها النسيان، ما اسمهاش زهايمر. شكرا يا ماما نجوى، والى اللقاء. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. فتعالوا نشوف تمرينات على الذاكره. شوفوا بقى، اول ما تصحي من النوم هنفتح اي كتاب او موقع الكتروني وهنقرا منه جمله واحده، مثلا اي حاجه، حادثه كذا، تمام؟ وشوف مكتوبه بفونت شكله ايه. المهم شوف تفاصيل الحكايه دي، وارجع بالليل وقول انا شفت ايه اول ما فتحت الايباد او اول ما فتحت الموبايل وجبت مثلا نمرة يوسف، مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها كذا. تفضلي كل يوم تفتكري حاجة تاخديها معاكي الصبح، تعيش معاكي في الذاكرة وتفتكريها بالليل، تفضلي تقوي العضلة. ده حاجة definitely مهمة جدا جدا. طيب لما تخلص برضو فرجة على مسلسل او فيلم، هتقول اول مشهد كان لمين وقالوا ايه، لو عايز تتك شوية عن نفسك وقالوا ايه. وبعد ما تخرج من السينما قول يا ترى كان اول مشهد ايه في كذا كذا. واول ما تروح وقبل ما تنام، يا ترى الفيلم اللي انا شفته كان اول مشهد ايه. دي برضو تفضل تعيد وتزيد فيها. طيب لو انت طالع السلالم، انا بعد السلالم انت وانت نازل كام سلمة وانت طالع كام سلمة. لو انت نازل مثلا 42 سلمة، افضل قول ان الدور بتاعي لو انا نازل بنزل 42 سلمة، 42 سلمة. اه والله حاجة سهلة جدا وبسيطة. اقول يا ماما نجوى بتقول لنا ايه؟ اقول يعني اهو كله عند ربنا. نشوف بقى كمان، لو هنختار لون معين، انا مثلا بحب اللون الابيض واللون الازرق واللون الاصفر واللون الاحمر واتفر. هنشوف هنختار لون معين، وهشوف انا النهارده مثلا اخترت الابيض، وسنه بيضة علينا جميعا ان شاء الله ان شاء الله. هتعدي يا حبيبتي اللي شايفاني دلوقتي وسامعاني، كام واحد او كام واحده لابسين ابيض حواليكي. طبعا مش هتنزلي تشوفي أمة لا اله الا الله، هتقولي للي معايا زمايلي في 4 لابسين ابيض. انا شفت نسمة زميلتي لابسه ابيض، فشفت واحدة لابسه ابيض، وفي 2 لابسين اسود في اسود. ايوه يوسف بيبصلي. فدي برضو تدريب
على ملكة معينة اللي هي، وممكن تخشي بقى العربيات لمدة 5 دقايق شفت 20 عربية بيضة، دي أصعب شوية. طيب هنعمل ملف على تليفوننا، والملف ده فيه شوية حاجات أحفظهم، مفيش بقى أسهل من كده. وتيجي بالليل تعمل نفس الحكاية، هتيجي تطبق ده على السنة اللي فاتت. يا ترى ايه اللي حصل السنة اللي فاتت؟ قولولي. بلاش حد بقى يعمل أسرار وما يحكيليش، تبعتوا وتقولولي ايه السنة اللي فاتت حصل لكم فيها ايه. مثلا شهر ايه، أول يوم في شهر ايه رحنا المصيف، ورجعنا يوم ايه. تفضلي تعملي اوعوا عم جوجل يضحك عليكم ويعلمكم النسيان، والنسيان ده يبقى سهل جدا، وتقولوا لا والله انا هجيبها من جوجل. لا، ما تجيبهاش من جوجل خالص، ولا من سيري، ولا من اي حد. هاتها من هنا، الذاكرة اللي هي هنا. تمام.